السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده نعمل بقى صينيه بطاطس بيضه كده من غير اي حاجه عليها. عندي هنا 3 بطاطسات اهو. هعملها بيضه مش بصلصه، وبصله وطماطم هقطعهم شرايح، وقرن فلفل هقطعه شرايح. لو عايزين تحطوا قرن فلفل سبايسي حطوا، بس عشان والدتي ما ينفعش. هقطعها كده. طبعا نطخنها شويه علشان تستوي معانا وما تتهريش في الفرن، لان طبعا هنحطها في الفرن. بصوا عامله ازاي اهي كده. ماشي كده. بقطعها كده اهي زي ما انتم شايفين كده. هكمل قطعها وارجع لكم. ادي قطعت البطاطس اهي، شوفوا زي ما انتم شايفين كده. بصوا كده اهو عشان تستوي. وهقطع برضو الطماطم نفس الحكايه، اقطع عليها. اهو عايزين تحطوا طماطم حطوا، مش عايزين تحطوا براحتكم خالص. يعني هي انا بحطها بس بتسكر طعم البطاطس، يعني بتخلي الاكل طعمه حلو. عايزين تحطوا جزر، في ناس بتحط جزر، وفي ناس بتحط اي حاجه اللي انتوا عايزين تحطوه حطوه. ماشي اهو. هنقطع البصل بقى جوليان كده زي ما انتوا عايزين. قطعوه جوليان بس هي مش اجري ربع عشان البصل زي ما انتوا شايفين كده. مش هتشم البصل، هتطلع تجري. كملها وارجع لكم عشان ما اطولش الفيديو. قطعت البصل زي ما انتم شايفين كده اهو، وقطعت الفلفل كده. معانا هنا فصين توم، ما كترش التوم في صينيه البطاطس دي. هعمل ايه بقى؟ بجيب انا الصينيه بتاعتي، بنزل فيها الفلفل والبصل زي ما انتم شايفين كده، والطماطم. هقول لكم اعمل فيها ايه دلوقتي اهو. ماشي بص، هنحط شويه ملح، شويه ملح كده اهو، شويه فلفل اسمر، هنا انا كنت عامله ضربه حبهان وورق لورا مع بعض، احط شويه صغيرين. ماشي شويه كمون اهو، شويه كمون. احط رشه جوز الطيب، رشه جوز الطيب اهي. ماشي هحط الثوم، احط الثوم اهو. بصوا قد ايه، مش كتير، الثوم مش كتير. اللي يحب الثوم كتير يحط براحته، بس هي الثوم ما بتبقاش كتير في صينيه البطاطس. ماشي بدعكهم بقى كده مع بعض كلهم بقى كده. افضل ادعك فيهم كده، بتنزل العصاره بتاعتهم، عصاره البصل بقى والطماطم والثوم، فبتبقى حلوه قوي قوي. لما تيجي بقى ايه تعملي البطاطس، تحطي البطاطس فيها
وتحطيها عليها. انا اي صينيه بطاطس بعملها كده، اللي هي بالطماطم بالصلصه وكده طماطم، واللي هي بتبقى بيضه من غير صلصه. ماشي. بفضل اعمل فوق كده شويه. بصوا يعني هي العصاره بتنزل اهي، شفتوا؟ بعمل ايه بقى انا؟ اقوم جايبه البطاطس اهي، بصوا نحطها هنا، بحط البطاطس اقوم دعكاها معاها كده اهي، بدعكها بقى واقوم سايباها شويه في التلاجة. كده كده الجو ساقع، فهسيبها بره عادي شويه، اغطيها واسيبها شويه في التتبيله دي كده شويه فيها. لما تيجي بقى تدخلها الفرن بقى تلاقيها بتنزل، بتبقى طعمه قوي، بتبقى زبده بقى. البطاطس دي بتبقى تستوي على طول وتبقى زبده، وبيبقى واخده من طعم التتبيله بتاعتها وتبقى جميله قوي. يعني عامله زي لما بتيجوا تشووا فراخ وتتبلوها من بالليل، هي بتبقى نفس واخده طعم جميل قوي. غير بقى لما ترصي البطاطس، بصي شوفوا هم خدت عصارتها في ثانيه ازاي. غير لما تيجي ترصي البطاطس من غير ما تعملي الحركه دي، وبعدين تحط عليها الدقه، وبعدين قصدي تحط عليها الخلطه بقى، الطماطم واي حاجه انت عايزه تحط، لا ما بتبقاش حلوه قوي، ما بتاخدش طعم الصوص اللي بينزل قوي. يعني هي بتاخد الطعم اللي هو بينزل منها بس. انما لما بتعملوا الحركه دي وتتبلوها شويه بتدوكوا طعم ملوش حل. جربوا الطريقه دي والله هتعجبكم قوي 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 يعني. ماشي تمام. احط حاجه برضو عليها اقول لكم دلوقتي. بصوا عشان انا نسيت اقول لكم، حطوا شويه زعتر، والله انا مش فاكره انا حطيته ولا لا، بس بحط شويه اهو، شويه زعتر، شويه صغيرين خالص، بيعلي التست يعني. بس عادي يعني، ما حطيتهاش عادي، مش مشكله. عايزين تحطوها حطوها، مش عايزين تحطوها ما تحطوهاش عادي، متفرقش. ممكن ما تحطوش اي توابل خالص غير الملح والفلفل وشويه كمون. يعني مش لازم جوز الطيب، مش لازم اللي انا عملته كل ده، عادي برضه عادي جدا. تمام. بصوا بقى هنا لما بروح اجيب فراخ، لما بجيب فراخ بتعامل مع ناس بتوع فراخ وكده، لما بجيب فراخ لازم هيعملوا لي رجول. لما يعني هيجيبوا لي رجول من اللي عندهم، هم بيعملوا في المحل بتوع بيدوا بيذبحوا فرخهم يعني، بتوع شاورما وكده، فما بياخدوش الرجول، بيتعاملوا مع شوايات وكده. بصوا هتلاقيها جنب، بشتري انا الرجول منهم. اما اروح اجيب فراخ كام فرخه كده اقوم جايباهم واجيب بقى الرجول، واجيب رجول. هم حتى بيكلموني لو عندهم رجول، يعني لان انا بعشقها، يقوم ايه مكلميني، ايوه يا ابله امان احنا عندنا رجول النهارده. اقوم جايباها ومنضفاها. هم الصراحه بينضفوها بيخلوها زي الفل، بيدوني الفراخ اللي هي الحلوه دي الكبيره دي. ماشي. بشتريها منهم وبركه اهي، حتى هي مجمده، كنت منضفاهم وحطيتهم في الفريزر، وبغسلهم مع كنت غسلاهم مع الفراخ اصلا، كنت غسلاهم مع الفراخ اللي انا كنت جبتها. فطبعا انا زهقت من الفراخ لاني لسه واكلاها، فقلت ايه، انا بحب الرجول جدا ومفيش حد بيكرهها اصلا. فقلت ما اطلعها اعملها ايه، بدل ما الصينيه تبقى حافيه كده مع نفسها، لا اطلع اعملها بقى. بصوا اقوم بحطها برده معاهم كده كده، خدت الزور بتاع الفراخ وحطيتها برده اهي. بنعشقها هنا، احنا بنعشق الرجول قوي في البيت، في العيله كلها، بتحب الرجول اهي. عشان بس ما يطلعليش واحد اهبل، ولا واحده ما لهاش لازمه، ما بتاكلش حاجه في بلدها وقاعده في بلاد الغرب وسايبه بلدها خرابه، وبعدين تيجي تقول لك المصريه بياكلوا رجول والمصري مش عارفه ايه. الصين ما بياكلوش الا الرجول دي. الصين واليابان باين او كوريا رجول، بياكلوا رجول، وبياكلوا كل حاجه في الفرخه ما بيسيبوهاش، كل حاجه في الفرخ رجول بقى ومصارين، وبياكلوا كل حاجه، كلنا عارفين. بس طبعا هيطلع لي واحد اهطل ولا واحده ملهاش اي 30 لازمه تقول لك ايه ده المصريين ومش المصريين. المصريين دي رجول فراخ المصريين اشتروها يعني كلوها، عشان بس ايه ما حدش يهبط كتير وينبح كتير، وانا ما بسكتش، وانا لساني طويل، وانا واحده بترد يعني، فاكيد مش هسيبه.
شفتوا زي ما انتم شايفين كده. بقوم بقى ايه متبلاها معاها كده برضه، ياخدوا من التتبيله. طبعا ملحكم انتوا بقى حسب الرغبه، الملح بتاعكم حسب الرغبه، يعني انتوا دقوا انتوا بقى شوفوا الملح بتاعكم انتوا اللي تظبطوه. انا عشان صايمه مش هعرف اشوف ادوق الملح، بس هو باين عايز ملح. ماشي تمام. هسيبها شويه ما كده فيها مثلا ساعه. الساعه كام دلوقتي؟ باين قبل المغرب بحاجه بسيطه، لانها لما تتبل مش هتستوي، مش هتقعد كتير في الفرن، يعني هتستوي على طول. فاسيبها شويه متبلها، هغطيها واسيبها تاخد بقى في التتبيله مع بعض، وبعد كده لما اجي احطها في الفرن هوريها لكم. تمام. بصوا هنا بعد ما سبتها اكتر من نص ساعه هنحط بقى شويه زيت، طبعا عشان مفيش حاجه هنا فيها دهن بقى، هنحط شويه زيت كده. وحته سمنه. تمام اهي. لما السمنه بتسيح انا بطلعها، هوريها لكم برضه. بطلعها بقلبها، لما السمنه بتسيح في الفرن بطلع بدي تقليبه بسيطه كده. كده كده السمنه لما بتسيح بتنزل على كل الصينيه اهي زي ما انتم شايفين كده. بدخلها الفرن بقى، شغلته طبعا قبلها شغلته قبلها يعني ب10 دقايق كده. وهنحط شويه ميه، طبعا هنحط ميه علشان تسوي. وبنطلعها لو لقيناها محتاجه شويه ميه تاني، لو اتشربت ولسه ما استوتش بنحط لها شويه ميه برضو عادي. وبس هي تستوي على طول لانها اتنقعت شويه في التتبيله اهي زي ما انتم شايفين كده. اهو شويه ميه كده عشان حلوه قوي. انا كبيت ميه بزياده وغصب حاجه يعني نيله. خلاص هنحطها بقى الميه اساسا كمان لما البطاطس تستوي، ده هيبقى الصوص بتاعها. لو احتاجنا ميه تاني هنحط يبقى الصوص بتاعها عشان تاكلها. تمام. هظبط الصينيه وارجع لكم اهو زي ما انتم شايفين كده. دي انا ظبطتها اهو ماشي. ادخلها بقى على الفرن يكون متسخن من قبلها. تمام. واعمل جنبها شويه رز بشعريه وانسوا بقى تبقى تحفه. هوريها لكم برده لما تطلع من الفرن، هوريكم هتعمل فيها ايه. زي ما انا قلت لكم كل ما تطلعوا لو ما لقيتهاش استوت حطوا ميه. تمام. انا حطيت شويه ميه اهو زي ما انتم شايفين، ولو عايزه ميه تانية هحط لها تاني. خدت الزور بتاع الفراخ وحطيتها برده اهي. بنعشقها هنا، احنا بنعشق الرجول قوي في البيت، في العيله كلها بتحب الرجول اهي. عشان بس ما يطلعليش واحد اهبل ولا واحده ما لهاش لازمه، ما بتاكلش حاجه في بلدها وقاعده في بلاد الغرب وسايبه بلدها خرابه، وبعدين تيجي تقول لك المصريه بياكلوا رجول والمصري مش عارفه ايه. الصين ما بياكلوش الا الرجول دي. الصين واليابان باين او كوريا رجول، بياكلوا رجول وبياكلوا كل حاجه في الفرخه ما بيسيبوهاش. كل حاجه في الفرخ رجول بقى ومصارين، وبياكلوا كل حاجه كلنا عارفين. بس طبعا هيطلع لي واحد اهطل ولا واحده ملهاش اي 30 لازمه تقول لك ايه ده المصريين ومش المصريين. المصريين دي رجول فراخ المصريين اشتروها يعني كلوها، عشان بس ايه ما حدش يهبط كتير وينبح كتير، وانا ما بسكتش وانا لساني طويل وانا واحده بترد يعني، فاكيد مش هسيبها. شفتوا زي ما انتم شايفين كده. بقوم بقى ايه متبلاها معاها كده برضه، ياخدوا من التتبيله.
طبعا ملحكم انتوا بقى حسب الرغبه، الملح بتاعكم حسب الرغبه يعني انتوا. اهي. واللي يعمل صينيه بطاطس زينا نقول له يا عمين. اهي. وشويه الرز، شفتوا الرز؟ رز مفلفل وجميل ازاي، شوفوا مفلفل وجميل. تمام. اهي. وادي صينيه البطاطس، شفتوا البطاطس؟ شفتوا حاجه يا جدعان يعني ايه، مش عايزه اقول لكم والله. واللي يعمل صينيه بطاطس زينا نقول له ايه يا عمنا. ممكن نديها وش تحت الشوايه على فكره، بس احنا المغرب بقى اذن مش هنستنى بقى، او ممكن اديها وش. يلا سلام، الف هنا وشفا.